استنى بالله عليها، صلي على النبي وقول بسم الله ما شاء الله كده في التعليقات. شايفين يا اخواتي ايه اللي قدامكم ديتي؟ طبعا ما حد، في ناس كتير ما تعرفش ايه اللي قدامي ديتي. تفتكروا يا اخواتي البرسيم اللي كنت اقص لكم على المحاشة ده كنا نقصوه للطيار؟ طبعا في ناس كتير شافت الفيديو اللي انا كنت بقص فيه برسيم. طبعا يا اخواتي البرسيم طبعا من بعد ما خلص الموسم بتاعه، طبعا الناس سابته وياه عملته طبعا يبقى زريعي عشان يطلع ايه تقاوي. تقاوي عشان من يعيش الناس ان شاء الله تزرع، ترش التقاوي دي وتزرع برسيم يخضر من تاني يعني. لكن احنا حاليا دلوقتي يا اخواتي في الموسم بتاع الذره، موسم الذره اللي هو الشامي طبعا والقيضي، اللي هو بيتعمل علف كللبهايم يعني وللمواشي وزي كده يعني. حاليا احنا في الموسم دي. طبعا يا اخواتي البرسيم اللي انتم شايفينه دي طبعا دي تقاوي. تقاوي طبعا زي ما انتم شايفينها اهي، ودي يعتبر من اغلى انواع التقاوي يعني البرسيم دي زي ما انتم شايفينها اهي. طبعا دول يا اخواتي بتوعت واحد جيراننا طبعا، هو كان زارع طبعا التقاوي عنده، وطبعا دول عايزين يتنضفوا طبعا يعني بيغرب لهم طبعا بالغربال زي كده يعني. بيتغربلوا بالغربال زي كده من الزبط ومن الطين يعني، ومن الغبار اللي هم فيهم. طبعا واحد جيراننا قال لي عادل هجيب البرسمات تخلي امك ومراتك يعني يغرب لهم طبعا وينظفوهم من الغبار اللي هم فيهم. طبعا الراجل قال انا هديهم اللي فيه النصيب. قلت له يا عم ما فيش مشكله هاتهم. طبعا جابهم الراجل ومرتي بتنظف له فيهم طبعا. اديكم زي ما انتم شايفين يا اخواتي الغله دي زي ما انتم شايفين. طبعا الغله دي يا اخواتي ما تلف طبعا وتترش من تاني، دي ما تترش من تاني. غله الانواع دي اسمه برسيم يا اخواتي، دي اسمها التقاوي، التقاوي البرسيم. تمام. فيا ريت يا اخواتي يعني اللي بيدور على برسيم ولا حاجه ومحتاج له ربع ولا حاجه، يا ريت يتواصل زي كده ونشوفوا له الربع بكام زي كده زي ما الناس ما هي عايزه وتقاوي يعني بسم الله ما شاء الله. واتمنى من عند الله انه تدعموا الفيديو ده على قد ما تقدروا يا اخواتي. وهو يا اخواتي حاجه على حاجه يعني بتساعد معاني. وان شاء الله ربنا يوسع علينا ويوسع عليكم يا رب، ويوسع على كل من داق، وربنا يجازيكم كل خير. بس انتم يا اخواتي صلوا على النبي وذكروا الله وادعموا الفيديو على قد ما تقدروا. وصلوا صوت ووصلوا حالة الأهل الخير والأمة محمد، الناس اللي تقدر تدعمني، الناس اللي تقدر توصل صوت الأهل الخير للقلوب الرحيمة والقلوب الإنسانية. وادعموا يا إخواتي بالله عليكم صلوا على النبي وذكروا الله وادعموا صوتي وادعموا حالتي. بدكم زي ما انتم شايفين يا إخواتي بنكافحوا في أي حاجة اللي يجيب لقمة عيش، والله بنكافحوا في أي حاجة اللي يجيب لقمة عيش. وأنا عشان خاطر عيالي وعشان خاطر البيت اللي مسؤول مني ديتي من كهرباء وإيجار بيت ومية، والله العظيم ربنا وحده العالم بالظروف اللي أنا فيها وبالحالة اللي أنا فيه. فينوبكم ثواب لما تقفوا جنبي وتدعموا صوتي وتدعموا حالتي وتدعموا الفيديو ده على قد ما تقدروا. صلوا على النبي وذكروا الله ودعوة من قلبكم ان ربنا يفك ديكتي. بالله عليكم يا اخوات ادعموا صوتي وادعموا حالتي عشان خاطر ربنا. بصوا لحالتي بنظرة رحمة، شايفين قدرة الله يا اخواتي سبحان الله على قدرة العالي يعني. ما فيش حاجة تعلى على قدرة ربنا سبحانه وتعالى. طبعا ده يا اخواتي الناس بتفضل تحش فيه يعني بالشهرين وبالثلاثة، وفي آخر الموسم طبعا بيسيبوه يطلق زريعة بيبقى تجاور بيطلع بهذا المنظر دي. يعني قدرة ربنا ما فيش حد يعلى عليها، قادر ربنا سبحانه وتعالى يغير حالنا من حال الأحسن حال. بس انتوا ادعوا قولوا يا رب، ادعوا قولوا يا رب ان ربنا يفك علينا يا رب ويحن علينا قلوب أهل الخير. صلى على النبي واذكر الله.